المصري الوحيد اللي نجا من غرق تايتانيك. في يوم 1 سبتمبر 1985 اكتشفوا حطام سفينة تايتانيك في قاع المحيط الأطلنطي بعد 73 سنة من غرقها. ومن بين الصور اللي اتصورت من سفينة الإنقاذ كارباثيا ظهرت صورة لشاب مصري اسمه حمد حسب الله، باين في الصورة وهو قاعد في قارب نجاة لابس اسود ماسك جنب المجداف. القصة بدأت سنة 1912. كان حمد حسب الله عنده 27 سنة، شغال دليل سياحي ومترجم، كانوا بيسموه زمان ترجمان، في شركة بريطانية اسمها توماس كوك وأولاده، واللي كان مكتبها جوه أوتيل شيبرد العريق في شارع إبراهيم باشا بالقاهرة. كان بياخد 1.25 جنيه استرليني في الأسبوع، يعني حوالي 60 جنيه استرليني في السنة. في الوقت ده ملياردير أمريكاني اسمه هنري هاربر 48 سنة وزوجته ميرا أكبر منه بسنة جم القاهرة يقضوا رحلة سياحية ونزلوا في أوتيل شيبرد. طلبوا مرافق من مكتب توماس كوك فاختاروا حمد حسب الله. وبعد ما خلصوا رحلتهم هاربر قال له على سبيل الهزار لو عايز تيجي أمريكا معانا أهلا وسهلا. حمد رد عليه بالهزار برضه، لكن الموضوع قلب جد وهاربر وافق واشترى له تذكرة درجة أولى على تايتانيك. التذكرة كانت ب 76 جنيه استرليني، يعني بحساب النهارده حوالي 8000 دولار. قبل ما يركبوا تايتانيك سافروا باريس، وهناك هاربر اشترى جرو صغير سماه سان ينسن على اسم سياسي صيني مشهور وقتها. ومن باريس راحوا الميناء شيربورغ في فرنسا، وهناك ركبوا تايتانيك يوم 10 ابريل 1912 مع 92 لبناني كانوا طالعين من نفس الميناء. السفينة فضلت ماشية عادي 4 ايام لحد الليلة المشؤومة 14 ابريل 1912. قبل نص الليل ب20 دقيقة خبطت في جبل جليدي، وبعد 2 و40 دقيقة غرقت السفينة ومعاها 1517 راكب من أصل 2223 في مياه حرارتها درجتين تحت الصفر. لكن هاربر ومراته ميرا وحمد حسب الله نجوا ومعاهم الجرو كمان. ركبوا قارب النجاة رقم 3 رغم ان المفروض الأولوية كانت للستات والأطفال. وفي الصورة اللي اتصورت من طاقم كارباثيا وقت ما كانوا بينقذوا الركاب بان بوضوح هاربر قاعد من غير قبعة، مراته ميرا لابسة اسود ومعاها الجرو في حضنها، والراجل الأسمر اللي قاعد جنبها هو حمد حسب الله المصري الوحيد الناجي من غرق تايتانيك. هاربر ومراته وحسب الله كانوا قاعدين بيتعشوا في مطعم السفينة لما خبطت في الجبل الجليدي، وبما انهم ركاب درجة أولى ومن الأثرياء المشاهير واحد من موظفين السفينة اتبرع يساعدهم بسرعة. قال لهم يرجعوا أوضهم ياخدوا الحاجات المهمة واللي ليها قيمة، يلبسوا سترات النجاة ويرجعوا عشان يركبوا أول قارب نجاة. فعلا كل واحد فيهم جري على أوضته. هاربر كان حاجز 3 أوض وخدوا بسرعة أغراضهم الثمينة. ولما رجعوا يركبوا القارب هاربر افتكر إنه نسي قبعته في جناحه، كان ناوي يرجع يجيبها لكن مراته منعته، وكمان موظف السفينة وقفه اضطر يسيبها غصب عنه. القارب اللي ركبوه غادر السفينة بنص حمولته تقريبا لأن الموظف ما استناش يكمل الركاب، هو معمول يشيل 60 راكب لكن في الصورة باين فاضي بشكل ملحوظ. المخرج الكندي جيمس كاميرون لما كان بيصور فيلم تايتانيك أشرف بنفسه على إرسال روبوت غواص حديث للحطام. المفاجأة إن الروبوت دخل جناح هاربر وصور قبعته اللي لسه موجودة في مكانها بعد كل السنين دي. أما حمد حسب الله فبعد فترة رجع لمهنته القديمة في القاهرة. في سنة 1927 بعت جواب لواحد في أمريكا جواه كارت شخصي ليه وكارت سياحي عليه صورة مركب بيعبر النيل. الكارت ده اتسجل بعد كده في متحف بروكلين واعتبروه تحفة نادرة من ذكريات التايتانيك، ولحد النهاردة بيتصنف كأشهر بطاقة شخصية مرتبطة بالكارثة. بالنسبة لهاربر حياته بعد الكارثة ما كانتش سعيدة، من وقتها بطل يلبس قبعات تماما. وفي سنة 1923 ماتت مراته ميرا، ما خلفتش منه أولاد. اتجوز بعدها وهو عنده 59 سنة من ست تانية وخلف منها ابن وحيد، وفي الآخر توفى في نيويورك سنة 1944.